هذوما ناس حبوا يفرحوا الصغار في حاجه رمزيه اما باهيه تهز نفسيه المدير واهل يفرح الصغير. ان شاء الله ربي يوفق، ان شاء الله ربي يكثر منهم الجمعيات هذه، ربي يكثر منهم. هي الفائده الرمزيه نتاع الحركه. يا رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي كنت سوق جربة. جينا المهمة هذه تحت شعار رفع بسمة على شفاء الأطفال في مستشفى الهلال الأحمر، في مستشفى كنت سوق جربة. المهمة هذه هي تتنزل ضمن برنامج الهلال الأحمر التونسي. هيئة حمد السوق هو اللي بدينا انطلقنا بها بتكوين نشر مبادئ على مستوى الشباب، ثم عملنا دورتين تحت تكوين إسعافات أولية. الدورتين هذو تمثل مهمتهم في تكوين نواة صلبة من الشباب من المتطوعين. وبعد ما كونا المجموعة هذه عملنا برنامج تاع على المستوى الميداني. المجموعة هذه باش تمارس على مستوى الميداني عملية تطوع هذه، وكانت الحملة هذه حملة نثر بسمة على شفاء الأطفال في مستشفى حمد السوق بالتنسيق مع مستشفى الإدارة. وقمنا بالحملة هذه ووزعنا فيها معنا هدايا للأطفال، واحتكينا بالأطفال، علمنا المتطوعين كيفاش يحتكوا بالأطفال وكيفاش يقدموا عملية التطوع هذه وكيفاش يساهموا في التطوع ونشر الثقافة هذه في على مستوى خاصة الجيل الصاعد، جيل الشباب. شنو تقول للشباب اللي نفس أعماركم؟ شنو تقول لهم؟ هي دعوة من خلال جربة سكوب نوجهها لكافة شباب سيرتو جربة حمد السوق بالمجال النشاط بتاعنا. نشجعهم أول حاجة على عمل الجمعية اللي خاطر تستمع برشا حوايج. ثاني حاجة يلزم اليوم تلقاوي ويلزم الوقت الضيع وما يسالش تدخلوا الجمعيات وتستفيد برشا برشا. حسين اعمل هيك اعمل هيك. شو والله فرحانين اللي جيت الاكتيفيتي هذه. باش شنو الحوايج اللي نجم نصلحوها وشنو الحوايج شنو الحوايج شنو الحوايج الباهية شفتوها اليوم؟ لازم كل باي باي. معناها ما تبنيش بها الحملة، أما متعدين بالكهرباء حبسنا معناها في بالنا اللي عرفنا اللي هي حملة تبرع تاعنا. هكا سبحان الله يلزم يعاون العباد، وتوا كثرة الأكسيدون برشا، وإن شاء الله ربي يسترها الكل. وإنسان من فوا تبرع بالدم هيك شكارة صغيرة مش باش تعمل له حاجة شيء، مش باش تقنطه معناها كيف تنقص من دمه، أما إن شاء الله باش تعاون ناس آخرين وباش تحيي ناس آخرين، وربي يتقبل منا إن شاء الله وكها، وإن شاء الله ربي يعاون الناس الكل. مش معاك حبة رقمية مش مع الثانية هاي ايش عمرك؟ باليوم الوطني تبرع بالدم الوطني 8 ابريل
قام الهيئة المحلية للهلال الأحمر جربة حمض السوق بيوم تبرع بالدم بمنطقة الرياض جربة حمض السوق كالآتي: تبرع بالدم، استكشاف مبكر لمرضى السكري وقياس ضغط الدم. هذه المداولات الطبية تعقد تحت عنوان تحسيس وتكوين سبل مقاومة المخدرات في المجتمع ولدى الشباب خصوصا، وهي خطوة أولى موجهة في للقطاع الطبي والشبه الطبي ومتطوعو الهلال الأحمر التونسي، تليها خطوات في الانتشار الميداني، وهي تتنزل في مجال من مجالات فعل الهلال الأحمر التونسي: تنمية الصحة المجتمعية. اقتصرنا في تنظيمنا لهذه المداولات على أمسية فقط لتقديم المفيد العملي عوضا عن العمل الأكاديمي. ولكم شكر مسبقا. نرحب بكم، بارك الله فيكم على حضوركم، ومعنا اولا على التاخير، المفروض نبداو الساعه 3 لكن تعرفوا البعد كثير. مرحبا بكم، نحبكم تستمتعوا اليوم بالموضوع اللي الاساتذه بارك الله عليهم باش يفيدونا ان شاء الله اليوم بالمعلومات اللازمه على الافه الجديده هذه اللي جاتنا. اللي ثوره جبت لنا برشا حاجات باهيه ولكن بعض الحاجات سلبيه، هكي هي الثورات، هكي هي التحولات. ظاهره انتشار المخدرات بالمعاهد وخطر كبير على اولادنا. التظاهرة الرياضية الرياضة اللي حابوا يجمعوا المشاركين بالسلام معنا تفضل ترقم الجوانب. 5 مساء بمطرح الهواء الطلق بجربة حمض السوق. العرض تحرير من الهيئة المحلية للجبال أحمد ثلاث مرات أضعاف تعيش 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 نطلع يدي فوق سيرتي تعيش 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 مش واحد من الأول وواحد من الثاني. سيرتي تعيش